السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في على الصفحة حد بعت سؤال على الصفحة في التعليقات، بتقول أنا ابني أو إزاي أحفظ طفل الحروف، الكلمات وهو مش عارف الحروف. يعني حاولت معاه إن هو إزاي أخليه يقرأ وهو مش عارف الحروف. طبعا ده حاجة مستحيلة. المهم بقى، جه في التعليقات حد بيرد عليه أو واحدة بترد عليه عليها بتقول لها حفظيه بطريقة رايح جاي. يعني رايح جاي، قولي له ايت ايت ايت، ياكل يعني ايت ست مرات زي ما انا قدامكم دلوقتي على الشاشه بالظبط، وهيحفظ. يا جماعه احنا بنتكلم ازاي؟ ربنا يهديكي. احنا الناس كلها دلوقتي شغاله الطريقه الصحيحه علشان الاولاد تتاسس. انا ما اعرفش لسه الناس بتفكر بالعقليه دي. ايه هو اللي عرفيه بطريقه رايح جاي؟ ايه طريقه رايح جاي دي؟ وايه ايت ايت ايت، ياكل يعني ايت وهيحفظ. ايوه، بعد ما يحفظ والله لا ينسى، والله لا ينسى. انت بتدي له كلمه يحفظها، لما تيجي كلمه تانية هتزق دي وتطلعها بره، هتزق وتطلعها بره. طب ايه الطريقه الصحيحه للسؤال ده ولاي حد عايز ياسس ابنه؟ الطريقه الصحيحه بتشتغل الحروف مع ابنك كابيتال وسمول. تمام؟ بعد ما اشتغل الحروف كابيتال وسمول وانا شغاله معاه بشتغل الاصوات. تمام؟ اشتغل الاصوات. ابني عرف الاصوات خلاص. هي الانجليش كله هو الاصوات، ان انا اعرف اقول ا ب ك د ا ف ج ه اي ج ل م ن او ب ر س ت ا ف كس و ي ز. عرف ده يحط حرفين جنب بعض، ثلاثه جنب بعض ويقرا الكلمه. تمام؟ يعني عايز تقول ايه يا مستر؟ لازم يعرف فونكس. اصل انا هحفظه بطريقه ايه؟ طريقه رايح جاي. طب لما يجي يقرا كلمه ايد دي، لما يجي يقرا حفظها. طب لما تيجي الكلمه الحرف الاي اي دي، لما تيجي في كلمه تانية زي كلمه هيت، زي كلمه ميت، زي كلمه تيم، هيقراها ازاي؟ لازم يكون عارف ان الاي اي دي بتعمل لونج اي، يعني لونج اي كده. تمام؟ واديله الثمان حالات اللي بتعمل اللونج اي، زي الواي في الاخر، زي الاي اي، زي الاي ساكن اي، زي الاي اي، زي الواي في الاخر، زي الاي واي في الاخر. لكن ان انا طريقه رايح جاي يا جماعه، احنا الناس تضحك علينا والله العظيم. مفيش حد دلوقتي بيقدر ياسس حد الا بالفونكس، ان يسمع الصوت الكلمه يحطه في الكراسه. بمليك كلمه زي كلمه هات، يبقى ها ات، يبقى الاتش والاي والتي. ما ينفعش اسمها ان انا احفظ هيحفظ معاك والله وهيمشي، لكن هتنصدم قدام. هترجع تاني تدور وتقول انا عايز اسس ابني ما يعرفش يقرا. ابني للاسف انا عودته على الحفظ، ودلوقتي لازم يا جماعه فونكس، لازم صوتيات، لازم صوتيات، لازم صوتيات. نصيحه لوجه الله، شيروا الفيديو لكل الناس، لازم صوتيات. لكن طريقه الفهلوه وان انا احفظ الكلمه واحط ما اعرفش ايه واحط ايدي على الكلمه واحفظها، ده اتلغت من زمان. دي طريقه اتعلمنا بيها، دي الطريقه اللي احنا اتعلمنا بيها وبتلاشاها دلوقتي مع طلاب. عشان الطالب ياخد المنهج ومتاسس كويس وواقف على ارض صلبه، لازم ياخد صوتيات. دي اول خطوه في اي لغه. زي العربي، بتعمل ايه في العربي؟ بتخلص الحروف. هل انت بتروح تفتح الكتاب اللغه العربيه وتقول للطفل يحفظ رجل رجل راء جيم لام رجل راء جيم؟ هي دي، ما هي طريقه رايح جاي في الانجليش او طريقه الحفظ. انت بتعمل كده في العربي؟ لا والله يا مستر، ده انا بديله مواضع الحروف واديله حركه الفتح، وبعد كده يقرا كلمات على حركه الفتح، وامليه كلمات على حركه الفتح والكسر والضم والمدود لعند ما يعرف كل الاصوات بيبدا يقرا اي جمله. ما هي الانجليش كده. الانجليش اللغه دي زي اللغه دي بالظبط، بعرف الحروف وبعد كده اصواتها وابدا اعرف الشورت فاولز واللونج فاولز والحروف المركبه عشان اقرا اي جمله او اي كتاب او اي حاجه. لكن ان انا اقول احفظ ابني الكلمه هيحفظ، والله هيحفظ الكلمات تمام، وبعد كده هتنصدم قدام، هتنصدم قدام. الصح لا يصح الا الصحيح. كورس الفونكس مهم جدا. الطفل محتاجه من الاول وفي النص وفي الاخر. بمعنى انا ابني عايز ابدا معاه من الصبح، يبقى ابدا معاه فونكس. طب اتاخر، هبدا معاه فونكس. طب في سته ابتدائي هبدا معاه فونكس. طب في اعدادي، يعني معايا طلاب في الكورس في اعدادي، ومعايا طلاب في ثانوي، معايا ناس مخلصه. وبل خد الكبيره، والله العظيم الكورس رقم 15 كان فيه 2 كبار سن. حد شغال في الضرايب، امي فاضله بتقول انا عندي اولاد وطب، بس انا عايز اتعلم، شغاله في وظيفه معينه وعايزه اخد الكورس. وخليته فعلا فرق معايا جدا. حد تاني كان معانا برضو في السعوديه، دكتور جامعه وحابب يتعلم النطق الصح. فاللي الطفل بياخده هو الراجل الكبير بياخده، بس المستويات بس. فما تقنعنيش ان انت تدي الطفل يحفظ كلمات، لان مهما كان ومهما عدى لازم ياخد الكورس. شوف ناس كبيره بتاخده اهي،
فانت ريح دماغك واديه له من الاول عشان ترتاح بعد كده. تمام. ولو عايز تنضم لينا كورس الفونكس رقم 17 هيبتدي ان شاء الله 1/2. الحجز شغال دلوقتي بالاسبقيه. هسيب لك لينك الواتس تحت في صندوق التعليقات، او لو انت على اليوتيوب او في التعليقات تحت للفيسبوك، واضغط عليه وهيوصلك بينا مباشره يقول لك التفاصيل، ونبدا رحله تغيير مستوى ابنك سواء ايا كان سنه. المهم بس يكون عارف الحروف. يعني هل ابني مش عارف الحروف ينفع يبدا معاك؟ لا، لازم يكون عارف الحروف. اللي مش عارف الحروف اسال عن كورس كل المواد افضل ليه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.